اما بالنسبه للاختراع ده اوعى تجيبه، اسمع مني، اوعى تجيبه ولا له اي لازمه واضاءته سيئه جدا. لو انت مدرس وبتقدم محتوى ولكن عندك مشكله في انك تطلع الكونتنت بشكل كويس، او حتى عندك مشكله في الاضاءات، في طريقه التصوير، في المعدات اللي بتستخدمها، في الفيديو ده هوضح لك كل حاجه. كمان هحاول ان انا اعمل دي سلسله مكونه من عده حلقات، كل حلقه بتتكلم عن جزء معين، اذا كان الاضاءه، اذا كان المعدات وارخص المعدات وانسبهم، وكمان شويه تيبس اند تريكس كده. كمل الفيديو الاخر علشان تعرف كل حاجه. اول حاجه هنحتاجها بقى في الموضوع ده كله وهي الكاميرا. وطبعا لو مش معاك كاميرا احترافيه ممكن تصور باي موبايل عندك حتى لو اندرويد عادي جدا. اهم حاجه النقطه اللي بعد دي هقول لك عليها دلوقتي. وتاني حاجه هنحتاجها معانا وهي الاضاءه. وتالت اهم حاجه معانا في الفيديو النهارده وهي المايك. ومن الحاجات المهمه اللي انت برضو هتحتاجها وهي ستاند الموبايل. كل الادوات اللي احنا مستخدمينها في الفيديو ده هقول لكم على اساميها وكمان الاسعار بتاعتهم او متوسط سعرهم. وطبعا ما ننساش المدرس اللي هيشرح، مس نيره ياسر مدرس اول لغه عربيه وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي. اول حاجه اتكلمنا عليها وهي الموبايل او الكاميرا. وطبعا علشان نثبت الموبايل هنحتاج ترايبود للموبايل، بيتباع موجود كتير جدا على امازون ومش هيفرق حتى لو هو خفيف شويه، هيقضي الغرض. تبدا انك انت تثبته اذا كان بالشكل ده اللي هو عمودي او شكل افقي للفيديوهات الخاصه باليوتيوب، ولكن يفضل انه يكون بالشكل العمودي ده لان هو ده الترند اليومين دول. وطبعا المستوى الصحيح اللي يتحط فيه الكاميرا وهو ان يكون الموبايل في نفس مستوى العين اذا كنت واقف او اذا كنت قاعد، بحيث ان ما يحصلش اي تشوهات في الصوره. لو انت بتصور من فوق ممكن تبان صغير، فبنتجنب ده بان احنا نحط الموبايل في مستوى النظر بالظبط. وطبعا بالنسبه للمسافه بينك وبين الموبايل تكون مناسبه نوعا ما تكونش بعيده قوي ولا قريبه قوي. ونفس الكلام المسافه بينك وبين الحيطه اللي وراك او اللوكيشن اللي وراك. وبالنسبه للاضاءه فالاضاءه بتكون محطوطه على زاويه 45 درجه مني، ما تكونش في الوش مباشره، وده انسب حاجه نوعا ما. اما بالنسبه لنوع الاضاءه فده هنتكلم عليها في حلقه تانية، هنتكلم فيها عن انواع الاضاءات او حتى الاضاءات المناسبه لو انت بتقدم محتوى تعليمي. اما بالنسبه للاختراع ده اوعى تجيبه، اسمع مني، اوعى تجيبه ولا له اي لازمه واضاءته سيئه جدا. طبعا بتكلم على الحاجات ب 200 و300 جنيه، يعني مش بتكلم على رينج لايت ابو 5000 و4000، وضع مختلف تماما. عاوز بقى تعمل شكل جمالي او حتى تعمل باك لايت مناسب، ممكن تستخدم اباجوره او حاجه اضاءتها نوعا ما مناسبه انها تعمل شكل ورا. ده اسمه تيوب لايت ولكن هو غالي شويتين، في منه بدائل ارخص كتير جدا ممكن توصل 500 جنيه و300 جنيه وحاجات كده، يعني مش بنفس الكفاءه والقوه ولكن بيقضي الغرض. ولو مفيش خالص ممكن تستخدم اباجوره او حتى اي حاجه بتنور عندك شكلها مناسب بس في الخلفيه. بالنسبه للمايكات في منها الاف الانواع والاف الاسعار، هتلاقي عندك من اول 200 جنيه حتى 20 و25 الف جنيه حتى مايك لاسلكي. بالنسبه للمايك اللي انا بستخدمه اسمه بويا M1 V2. طيب ما فيش امكانيه انك تجيب مايك لان اسعارهم غاليه او مش مناسبه، ممكن تصور من غير مايك خالص. ودلوقتي هوريك النتيجه بدون اي مايك خارجي. وده الصوت من غير اي مايك خارجي. ممكن تلاقي شويه في صدى صوت خفيف او حتى في شويه نويز او ضوضاء خفيفه زي ما بيقولوا، ولكن ستيل هو مناسب ويتسمع، ما فيهوش اي مشكله او حد ممكن يكون متضرر وهو بيسمع الفيديو بتاعك. ودي النتيجه النهائيه اللي طلعنا بيها بعد ما طبقنا كل الحاجات اللي اتقالت في الفيديو ده. تعرف ان مصر هي الدولة الوحيدة اللي تقدر تزورها في اي وقت من الاوقات؟ يعني عندك مثلا الناس المحبين للتلج والاجواء الجليدية، عندك جبل سانت كاترين اكتر مكان جليدي في مصر. عندك الناس المحبين للاجواء اللي فيها شمس شوية هتنزل لمحافظات الوجه القبلي. عندك الناس المحبة للاعتدال، عندنا الدلتا فوق ومحافظات الوجه البحري، الساحل الشمالي. فاحنا كده موجود عندنا كل الاجواء المناسبة لكل الزوار. وعمار يا مصر يا دنيا سمعاني سمعاني يا ابويا وصاني. كده تبقى عرفت ازاي تصور كل حاجه. بالنسبه للادوات او مرحله ما بعد التصوير كل ده هنشرحه في حلقات هننزلها على التشانل هنا. فما تنساش انك تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتكتب لنا رايك في الكومنتس، او لو عندك اي استفسار او اي حاجه هنرد عليه في الفيديو اللي بعده ان شاء الله. سلام.